بودكاست شبابك يا بلد. نحن الشباب الليلة جينا نمسح الدمعة الحزينة، نبني أرضك يا وطن بسواعدنا المتينة، نرجع السودان عزه نخت في أيد أمينة. حربنا اليوم تدخل على مشارف 100 يوم، 100 يوم من الخراب والدمار والخوف، 100 يوم من النزوح وترك الأموال والأهل، 100 يوم وكل يوم بيمر نحن بنكون فاكرين أنه آخر يوم في حياتنا. حرب المتضرر فيها الأول هو المواطن والكسبان فيها خسران، فتنة ونحن مشينا وراها ونسينا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حرب الساسة والسياسة دون تحكيم لأي منطق أو عقل أو حتى النظر للمواطن المكلوم العاش أكثر من 4 سنين وهو بيعاني من ضعف التعليم والصحة والغذاء. جاء المواطن في بلد قيل أنها سلة غذاء لكل الأرض. عمر الحرب ما كانت حل مشكلة، والحاصل ده في رأيي ما هو إلا تعصب للرأي الشخصي. وقوة الصراع الآن تعمل وفق خطط خارجية، وأنا ما عارف ليه الغفلة دي كلها، في حين أن الحكم اللي الناس كلها جارية وراه هو من أخطر الأشياء في الكون، وكل الصحابة رفضوه عندما وكل إليهم، ووصل بهم الخوف لدرجة أن واحد من الصحابة لما جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله: يا عمر ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن تعثر شاة في الطريق فيسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. ونحن لا نشعر بخطورة هذا الأمر، كلنا عايزين كرسي يصرح لنا ويسهل لنا الحياة، وكأنه الحياة بلا كرسي ما بتدعاش. نحن كشعب نرددها دائما: لا للحرب، ونسعى لأن نعيش فقط في سلام وأمن وأمان. أتمنى كل المسؤولين وولاة الأمور ينتبهوا للأمان اللي ربنا اداهم ليها، وهم بكل دم بارد ما صانوها وعاثوا في الأرض خرابا، ونحن كدنا أن نموت من كل شيء، بس نحن دائما الخير وكل الخير ولسه بخير. احنا بخير، احنا بخير، وريت الوضع يبقى خير. سلام للعاش تحت القصر، سلام للهج زي الطير. وفي ختام كلامي سلامي وحبي واحترامي يا من بكم تزدان أيامي، وصوتي خارج مني صداه واقع فيكم، وإن زاد صدى صوتي يزيد فقط بأيديكم. أرجو المشاركة.